ستوب، ما تكملوش الفيديو حتى تسمعوا هذه الجمله. واش الدخل ديالك ضعيف ولا قوي؟ راه المشكله ماشي في الدخل ديالنا. كاين ناس كيشدوا 3000 درهم اللي هي 60000 ريال ومهانيين وكي كنقولوا مديطايينها مزيان مع الشهر، وكاين اللي كيشد 15000 درهم اللي هي مليون ونص وغارق في الكريديات. علاش؟ حيت الدخل ديالنا ما كيحلش المشكل، الطريقه ديال التفكير هي اللي كتحلو. الا بغيتو تعرفوا علاش الفلوس كتضيع وعلاش كتسالي الشهر وانت زاوي بمعنى مفلس، وخاصه كيفاش نبدلوا هذا الواقع، بقاو معايا حتى الاخير. السلام عليكم ورحمه الله، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وانتم في الاستماع والمشاهده ديال هذا الفيديو. معكم عتيقه من قناه الزاد، من بعد ما تغلقات القناه الاولى اللي هي زينة الحياة. المهم انا حليت هذه القناة في انتظار الى تحلت القناة الاخرى غادي نكمل فيها. المهم الجزء الاول في هذا الفيديو هي عندما كيتزاد لينا في الدخل ديالنا ولا في الراتب ديالنا. انا بغيت نفرق هنا ولا نعطي واحد بين قوسين. يعني كاين الراتب اللي هو الانسان كي كنقولوا حنا بالمغربيه هو الصالير اللي كياخذوا الانسان شهريا او لا 15 يوم ولا جوج الاسابيع او لا في الاسبوع. واحد الراتب يتقاضى عن واحد العمل الانسان تيديرو، اما عمل جسدي او لا شيء سيرفيس زعما تيقضي. المهم هو اما دخل، يعني بمعنى كاينين الناس عندهم اراضي فلاحيه كيجيهم واحد الدخل يا اما نصف السنه ولا موسمي ولا سنوي. كاين الناس اللي عندهم دي زابارتمون شقق يعني كارينهم، يعني هادو كلهم مصدر ديال الدخل يدخل به الانسان. راه ماشي حنا كلنا كيف عندنا رواتب. الناس كيظنوا ان المشكله غير في الدخل ديالهم. تيقول لك انا لو كان عندي واحد الدخل مرتفع راه غتكون حياتي الماليه في اريحيه، وهذا غير صحيح. علاش؟ لان كاينه واحد الطبقه اخرى ديال الناس اللي بالفعل عندهم رواتب مرتفعه ولكن ربما تعيشوا واحد الضغط نفسي وديون اللي متراكمه عليهم. يعني عايشين واحد الحياه كي كنقولوا مزيرين على ريوسهم بزاف. ولو قارناهم بالناس اللي يلا عندهم شي دخل متوسط ولكن كي كنقولوا كيعرفوا يجيريو لافي ديالهم الحياه ديالهم الماليه، يعني عايشين في اريحيه. كيفاش؟ غنعطيو مثلا. ملي كيتزاد في الراتب ديالنا ولا في الدخل ديالنا كتطلع المعيشه ديالنا اوتوماتيك. غنفسروها علاش. اول شيء واحد الشخص، نعطيو مثلا واحد الشخص كيربح 8000 درهم شهريا. هذيك 8000 درهم كيقري منها الوليدات في واحد المدرسه حره، ربما تتبلغ ديك 800 درهم ولا حتى 1000 درهم شهريا. عنده شي قرض عقاري ولا هكذايا تيخلصوا بديك 1200. المهم كي كنقولوا غادي مع الشهر هو هذاك، يعني تيجي كي كنقولوا جاي واقف على رجليه. ملي كتزاد في الدخل ديالو كتولي كيربح 12000 درهم 14000 درهم، راه بلا ما كيحس اوتوماتيكمون تيبدا اول حاجه تتولي تبان لي هذيك المدرسه اللي تيقري فيها الوليدات ما بقاش عاجبه. اصلا هي ما كانش عاجبها. المهم ملي كان كيربح 8000 درهم كان مسلك بها، ولكن دابا تيولي تيقول نزيد شويه ونقري وليداتي احسن. وهذا ماشي عيب، يعني حاجه كي كنقولوا مزيانه، حاجه بوزيتيف. يعني الوليدات من 1000 درهم ولا 800 درهم كيطلعوا حتى ل 1500 ولا 1600 درهم. هذيك الشقه اللي كان واخد ربما واخدها غير في سكن اقتصادي ما غتبقاش تعجبه، تاع يولي يشوف سكن اخر. السياره اللي عنده الا كانت عنده سياره ربما يكون عنده غير موتور ولا هكذا، يعني تيولي المتطلبات ديالو كتزيد بشويه بشويه بلا ما كيحس الانسان. الا كان عنده واحد الهاتف عادي كان ولي باغي هو البرو الايفون 17 برو. يعني كي كنقولوا زيد الماء زيد الدقيق. يعني المعيشه كتزاد لينا بلا ما كنحسو وكتبقى نفس النتيجه اللي هي الراتب ولا الدخل ما كيكفيش. علاش؟ حيت هذا السيد ماشي المشكله في الدخل ديالو، المشكله في الطريقه اللي كيعيش فيها، في النمط. لان كاين واحد الفخ، كاين واحد البياج زعما كاينه ديال فخ نمط العيش. كنعيش على قد الراتب ماشي كنتحكموا فيه، يعني ما كنتحكموش حنا للاسف، ما كنتحكموش ولا الاغلبيه ديالنا ما كيتحكموش في الرواتب ديالهم. يعني الراتب
بحال اللي كنقولوا هو اللي كيولي كيسيرنا. كان الراتب قليل كنمشيو على الراتب قليل، كان الراتب مرتفع صافي حنا داك الراتب خاصنا كي كنقولوا نطرطقوه والسلام. نشوفوا علاش اشنو المشكل في الجزء الثاني ان شاء الله. المشكل في الحقيقه كنقدروا نلخصوا ما عندناش واحد الثقافه ماليه. يعني في القرايه ديالنا اغلبيتنا قراو لينا ولا كلنا قراو لينا الرياضيات، التاريخ، الفيزيك، مهم ما الى ذلك، ولكن عمر شي مستويات تعليميه ابتدائي اعدادي ثانوي ولا كتلقى فيهم شي ماده يقريوك فيها كيفاش نصرفوا فلوسنا، كيفاش نديروا فلوسنا، الاداره ديال الفلوس، كيفاش الفلوس ديالنا نديروا الميزانيه ولا ندير الميزانيه ديالنا، كيفاش نخططوا للمستقبل المالي ديالنا. يعني اغلبيه ديال الناس ما عارفينش شحال كيصرفوا، ما كيفرقش لا بينات الحاجه شي حاجه اللي اوبليغاتوار ولا بينات الرغبه اللي هي كي كنقولوا غير شهيوات، شي حاجه كيتشهى الانسان كيشري غير بالاحساس ديالو، غير بالحس اللي شاف الانسان عجباتو كيقدر يشريها. والفلوس كنقدروا نضيعوها بلا وعي، كتضيع منا بطرق ما يمكنش تصور. يعني كاينين الناس راه الا كنتي اختي ولا كنتي اخويا من الناس اللي كي كنقولوا كتجيب الشر هو هذاك، اولا مخلي يعني واحد الحصه ديال الادخار اولا كتستثمر. يعني راه كل واحد فينا حنا راه عندنا طبقات مختلفه. هاد الناس اللي كيتسمعوا دابا راه كل واحد الطبقه ديالو، ولكن الا كنتي في اي طبقه من الطبقات تقول الحمد لله لان كاينين شي ناس راه تلقاه يلاه في ديك الاسبوع الاول ديال الشهر راه ما بقى عنده حتى ريال. راه مشكله هاد كي كنقولوا هاد الطريقه ديال التسيير ديالنا ديال الثقافه الماليه اللي ما عندناش، مشكله ومشكله كبيره. لا حنا تعلمناها في مدارس ولا اغلبيتنا ما علموهاش حتى الوالدين الوليدات. اول الحل فين كاين؟ خليونا نكونوا واضحين مع بعضياتنا. الراتب ولا الدخل ديالنا عمره ما غادي يكفي، الا كان صغير قليل او لا كان مرتفع. الا ما بدلناش الطريقه ديال التفكير ديالنا، المايند سيت ديالنا، لما تبدلش عمر ما غادي يكفينا الراتب ديالنا. الا ما تحكمناش في المصاريف ديالنا الا خليناها هي اللي كتحكم فينا وكتسيرنا، عمر الراتب ما غادي يقدنا. الا بقينا عايشين بلا تخطيط، هادو ثلاثه الحوايج الا ما تبدلوش فينا عمر الراتب ما غادي يقد الانسان ولا الدخل ديالو. اشنو هو الحل؟ الحل كيكمن في تعلم الثقافه الماليه. الثقافه الماليه لما قريناهاش ولا ما علموهاش لينا والدينا، الحمد لله وسائل دابا التواصل الاجتماعي هما فيه مواضيع زوينين، مواضيع غزالين، غير اللي ما بغاش يتعلم واللي ما بغاش يستافد. اجيو نلخصوا هاد واحد 3 نقاط تقريبا ولا 4 نقاط في هاد التعلم ديال الثقافه الماليه. اول شيء الانسان خاصو يكتب شنو كيصرف، غير داكشي اللي كتصرف يوميا كتبو يوميا، كتعرف غير انت بعدا كنا في الشهر ديالك شحال كتصرف شحال كتخرج، وفي 3 شهور وفي المده ديال السنه. ثاني حاجه كنديروا واحد الميزانيه بسيطه، تحديد ديال الميزانيه. هاد الميزانيه ديال الماكله، هادشي ديال المواصلات وما الى ذلك. نقصوا من الديون، الا كانوا عندنا الكريديات نبداو نقصوا ولا نديكاجيو من هذوك الديون بشوي بشوي، ندخروا ولو شويه، غير واحد النسبه بسيطه. المهم هذيك ثقافه الادخار خاصها تكون عندنا 5-10% وانت طالع، غير شي شويه مهم خاصها تكون. هادو كلهم كي كنقولوا الملخص ديالو وهو الثقافه الماليه. الفلوس يا اما تتحكم فيها يا اما هي اللي غادي تتحكم فينا. وفي الاخير اش غنقول لكم؟ الا عجبكم الفيديو ديروا لايك، اشتركوا في القناه الا مازال ما اشتركتوش، وكتبوا لي في التعاليق شنو اكثر حاجه كتاكل لينا من الراتب ديالكم بلا ما كتحسوا. نشوفكم في الفيديو الجديد في الفيديو القادم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله.